بالنسبه للمقابله ديال اليوم كنتمناو يكون الاداء احسن من المقابله الاخرى اللي تفرجنا فيها مع المنتخب المالي. كما تفرجنا كاملين، كما شفنا كاملين، مقابله المنتخب المالي كانت مقابله اللي هي صعبه، وكانوا مشاكل في الناحيه التكتيكيه، من ناحيه التغييرات اللي اي واحد في الجمهور المغربي يبان ليه باللي كانوا دي شونجمون اللي ما مفهومين الصراحه. ونتمنى ان شاء الله السير الدراري يدير لنا زعما شي خطه اللي كتسهل وما يقتلوش لينا شي لعابه، كل لاعب يحط في الموقع ديالو. بحال المشاكل لقينا مع الصابري، كان هو لاعب اللي هو كبير ولكن ما كنشوف بانه ما لعبش الموقع ديالو، كان بامكان زلزو يبدا المقابله وتكون النتيجه افضل. وان شاء الله مع المنتخب الزامبي نتمنى ان شاء الله شي فوز يكون اللي يشرفنا ويشرف الكره المغربيه ويشرف ان شاء الله حتى هذا العمل الناس اللي قاموا به هذه المعلمه اللي قاموا بها الناس باش كلشي يكون فخور بها وكلشي يكون فخور بالنتيجه. وان شاء الله نبقاو في الرباط ونتفرجوا في المقابلات اللي جايين ان شاء الله ويكون خير. وان شاء الله كنشوف انه غيكون الفوز من النصيب ديال المنتخب الوطني، ونظرا باش يتفادى يتحيد من استاد الرباط ويمشي للدونور. ان شاء الله غتكون مقابله مزيانه. وبالنسبه للمردود ديال الدراري كنشوفوا ان شاء الله غيتحسن من جوله بعد جوله، وهذا ما كاين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا بدايه سعداء بتنظيم التظاهره في البلاد ديالنا وفي المدينه ديالنا اللي هي الرباط. كنتمنوا ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه، وكنتمنوا ان شاء الله من الركراكي انه يجتهد باش يحاول يدير التغيير، وان شاء الله 3-1 لصالح المنتخب المغربي، وان شاء الله يكون المغرب مزيان في جميع المجالات وجميع القطاعات والمناطق المغربيه ان شاء الله. وهو هجوم طبيعي، المغاربه مولفين كره، الناس اللي كيتفرجوا ديما في كره ضروري تلقى الانتقادات، رغم ان اللعابه ربما قد ياثر عليهم داك الشيء، ولكن بما انهم لعابه بروفيسيونيل فهذا الشيء غيخليهم يزيدوا لقدام ماشي غير يرجعوا من اللور. وان شاء الله كنتمنى ان دوك الانتقادات يستغلوهم في لو كوتي بوزيتيف ان شاء الله.